ملاحظة كتير مهمة بموضوع عجينة السفيحة الأرمنية أو عجينة المناقيش الأرمنية. أنا هيدي المعلومة قايلها بشروحات كتيرة على صفحتي، إن شاء الله ما حمتفوت أي حدا عم بيتابعني بشكل جيد. نعم، نحن بنعجنها بمي باردة، ويفضل كل ما كانت باردة بيكون تماسكها أفضل، بس ما بيعني إنها تكون مجلدة العجينة، لأنه الجليادين يلي هو أحد أجزاء البروتين، هن الجلوتينين والجليادين المسؤول عن الانكماش والاسترخاء، من طبعه بيشد وبينكمش على الحرارات المنخفضة وبيسترخي على الحرارات العالية. لذلك إذا عم تفتحها على الرقاقة أو عم بتعذبك كتير، إذا كانت مسقعة كتير العجينة، خليها تدفى شوي. ما عم لك تسخنها، كل ما قدرت ترقى بحرارة منخفضة وتفتح معك، كل ما كمان أيضا حافظت على تماسكها، لأنه بدها تكون رقيقة والبروتين المفروز فيها قليل بالنسبة لكمية الرطوبة اللي أخذتها. لذلك نصيحة لوجه الله، حتى اللي ياخد من عنا وصفة يترحم علينا عايشين وميتين. بحب طمن كل متابعينا انه الحمد لله عملنا العملية، ومن اهون الاعمال الجراحية اللي عملناها. نصيحة لوجه الله، اي حدا عم يشعر بالفترة الاخيرة من حياته بهيك ارهاق وتعب ونشاطه مش كما يجب، مباشرة بيتوجه لدكتور جهاز هضمي ويخليه يعمل له صورة صوتية إذا في أي مشاكل، مثل ما صار معنا. نحن أهملنا حالنا لحتى تفاقمت الأمور، ما كنا نفهم سبب التعب المستمر بآخر فترة. أنا خباز ال99، ما تنسوا المتابعة والإعجاب.